نعم. معنا تصريح للسياسي والمستشار التونسي جنيدي طالب، يقول فيه هناك حديث في بريطانيا عن قرب رحيل سعيد من خلال اتفاق يضمن له الهروب. فيقول المستشار جنيدي طالب: لا تتركوه يهرب كبشار، وعلى الجيش أن يتصالح مع الشعب. الجيش ولاؤه لفرنسا وسلاحه من فرنسا، وفرنسا تختار القيادات. هذه لم تعد من قبيل الأسرار. فسيدنا الفاضل الأستاذ الدكتور ولا المستشار جنيدي يقول الجيش يتصالح. هل يملك الجيش قراره؟ شو أبعد من ذلك؟ الحقيقة الجيش التونسي الآن، ربما هذه معلومة ربما قد تسمعها لأول مرة، الجيش التونسي مخترق في عين أستاذ. الجيش التونسي يعني الجنرال ضيف والجنرال الغول هؤلاء أصبحوا يعني يتبنون الفكر الشيعي. نظرا الحقيقة إيران دخلت بعد أن خسرت سوريا وبعد أن دحرت وهزمت في سوريا، الآن تبحث عن موطن قدم في تونس، ووجدت ملاذا في تونس. فقيس سعيد له ميولات شيعية، أخوه نوفل الذي هو الحقيقة ربما هو الحاكم الفعلي على الأقل الذي يتحرك من خلال ما يقع في تونس، فتح أبواب التشيع في تونس من خلال فتح مجموعة من الحسينيات، من خلال كذلك ترخيص لما يسمى الحشد الشعبي. هذا في تونس الآن حزب اسمه الحشد الشعبي، هو نسخة من الحشد الشعبي في العراق. وبالتالي الحقيقة المسألة أخطر من فرنسا. نعم، فرنسا قديما كان الجيش التونسي كان بعيدا عن السياسة، كان لا يحصر أنفه في السياسة ولا يتدخل في السياسة، كان بعيدا وكان كذلك محترما لدى الشعب التونسي أنه لم يتدخل في السياسة ولم يحصر قلنا أنفه في السياسة. لكن الآن كلمة إيران نعم، إذا كان الجيش المصري تحركه الدراهم والدولار، فالجيش التونسي تحركه الملالي والعمائم السوداء، ربما لدرجة لا يمكن أن يتم الاختراق الكامل في لحظات، لكنها مفاجأة أن نسمع هذه الحقيقة، أن هناك جنرالات تشيعوا في الجيش التونسي.